عن الطعام من الفجر إلى غروب الشمس أحد أبرز واجبات المسلم في شهر رمضان الكريم، غير أن تطبيقه في عدد من المناطق الروسية يواجه صعوبات جمة، كما هو الحال عليه في مقاطعة مورمانسك التي تزامن شهر رمضان فيها هذا العام مع النهار القطبي الذي يمتد ل20 ساعة يوميا. التفاصيل في تقرير مراسلتنا لينا جيمون. عائلة حبيب دافلاتف الطاجيكي الأصل تستعد للإفطار في مدينة مورمانسك وراء الدائرة القطبي الشمالي، لكن تناول الطعام خلال شهر رمضان يستغرق هنا 4 ساعات فقط، بينما يمتد الصيام ل20 ساعة، وذلك بسبب الموقع الجغرافي لهذه المنطقة الشمالية ووجود ظاهرة فيها تعرف باسم الليالي البيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه السنة الصيام صعب، لكننا نستعين بالله. نسكن في الشمال والصبر جميل. بعض السنوات يتزامن شهر رمضان مع فصل الشتاء بلياليه الطويلة، عندها يستمر الصيام هنا 2 ساعات في اليوم فقط. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن ماذا على الصائمين إذا وجدوا في مكان حيث الشمس لا تغرب أو لا تشرق؟ هذا يحدث هنا خلال النهار القطبي الذي يستمر في مورمانسك 62 يوما في السنة، وخلال الليل القطبي الذي يستمر 40 يوما. وعام 2015 مثلا سيتزامن شهر رمضان في مورمانسك مع النهار القطبي بشكل كامل. طبعا شعوري الإسلامي الأخوي بين هذا من الأخوان كأننا أخ صغير أو كبير، هذا لا يختلف. أشعر بنفسي كأننا في البيت بين عائلتي بين أخواني بين أخواتي يعني. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. هذه الجالية تواجه الكثير من التحديات والصعاب في منطقة شمالية قاسية، وهم يعتبرون تجاوزها إحدى الوسائل لتقوية الإيمان. لينا جيمون، روسيا اليوم، مورمانسك.